ازيكم عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا، بقالي كتير ما عملتش فيديوهات. آه المرة دي انا عاملة فيديو مختلف تماما. الصراحة انا حبيت افيدكم بالحاجات اللي انا بجيبها، لان انا من النوع اللي بحب اجيب الحاجة تكون نظيفة وتقعد معايا وقت طويل. ما بقاش كل شوية بغير فيها. وكمان بحب اجرب، يعني بحب اجرب الماتيريال بتاعت كل حاجة. وبحب جدا حاجات المطبخ وحاجات آم، العناية بالبشرة والحاجات اللي تخص اي بنت. انا بحب جدا الحاجات دي، فبحب افيدكم بالتجارب اللي انا الحاجات اللي انا بجربها. دول يا جماعة صواني بيتزا. صواني البيتزا دي بقى خدت معايا فترة كبيرة جدا علشان انا الاقي ماتيريال كويسة. انا الصراحه ما كنتش عارفه اجيب صواني بيتزا تكون ماتيريال حلوه منين، وايه البراندات الكويسه فيها. انا جبت الصواني دي من اسواق العتبه والموسكي. هي البراند بتاعتها نيو فلام. بصوا، هي الماتيريال بتاعتها خفيفه كده وناعمه جدا، فعجباني قوي. انا لسه ما جربتهاش، يعني انا لسه جايباها. فايه اول ما هجربها اكيد هقول لكم عملت معايا ايه. بس انا يعني متفائله يعني بيهم خير، لان انا حاسه ان هم هيبقوا حلوين. اول حاجه، كل صواني البيتزا اللي بتتباع من اي براند بيبقوا 3 مع بعض، وبيتباعوا على بعض، بتبقى ست كده على بعضها. لازم تاخديها على بعضها. لكن البراند بتاعت نيو فلام دي بتبيع الواحدة، يعني الواحدة لوحدها. يعني دي لوحدها ودي لوحدها. يعني ممكن انتي لو مش عاجبك المقاس ده تجيبي المقاس اللي بعده 2 منه او 3، حسب ما انتي عايزة. في مقاس معين عايزة تجيبيه ممكن تجيبي منه كذا واحدة، بدل ما تجيبي مقاسات مختلفة. بس انا حبيت مقاساتها كلها، لان اصغر يعتبر مقاس 30، فهو كان تحفة جدا. يعتبر مش صغير، يعني فاهمين قصدي ايه. اول حاجه ده المقاس اللي هو الصغير زي ما انا قلت لكم ده 30، والمقاس اللي بعده 33. ده شايفين يعني مقاساتها عامله ازاي، حلوه جدا. ده المقاس اللي بعده اكبر مقاس، ده 36. هما كان عندهم 40 بس كبيره جدا. ممكن لو انتي بتعملي فطاير او بتعملي بسكويت او حاجة تستخدميها برضو في الحاجات دي، فممكن تجيبي المقاس اللي هو 40. يعني برضو مقاس 36 ده ممكن تعملي فيه حاجات تانية غير البيتزا. ياخد مثلا 4 فطاير ويبقى حلو، يعني فاهمين قصدي ايه. انا جبت من المقاس الكبير 2، حسيت ان هو هينفعني في كذا حاجة غير البيتزا. فكرت اعمل فيه الكريب، لكن يعني قالوا لي، يعني سمعت ان هو ما ينفعش علشان الصواني دي بتبقى مخصصة للفرن وللبيتزا، عشان بتبقى خفيفة، فما ينفعش تتحط على النار دايركت. فانا قلت خلاص انا هخليهم للفرن. بيتزا او اي فطاير هعمل فيهم، واكيد لما اجربهم هقول لكم تجربتي فيهم ايه. بس هما تحفة جدا. يعني انا حاسة ان هما هيبقوا حلوين قوي. الماتيريال بتاعتهم ناعمة وكمان خفاف ومقاساتهم عجباني جدا جدا، اكتر من اي يعني صواني بيتزا انا شفتها. انا جبت طقم تاني هبقى اوريهولكوا في فيديو تاني مع الطاسة بتاعت الكريب. وكمان يعني انا جايبة حاجات كتير جدا للمطبخ وعندي اجهزة، فاستنوا مني الفيديوهات الجاية هتعجبكم جدا. ولو اي حد عايز يسألني عن حاجة لو عندي هعمل لكم ريفيو عليها. انا حبيت اعمل الفيديوهات دي علشان العرايس اللي بتجهز، وفي ناس كتير بتتابعني عرايس، فحبيت ان انا افيدهم بالحاجات اللي انا بجيبها. لان انا ما بحبش العروسة تجيب حاجاتها يعني ما تبقاش عارفة ايه الماتيريال اللي هي جايباها، وتبقى بتدفع فلوس في حاجات، وبعد كده تضطر ان هي تجيب حاجات غيرها علشان يعني ما عجبتهاش. وطبعا زي ما احنا عارفين الاسعار دلوقتي بقت عالية جدا.
فياريت يا جماعة كل حد يبقى بيجيب حاجة يركز قوي في الحاجة اللي بيجيبها، ويشوف عليها ريفيوهات ويبقى يبقى مطمن وهو جايبها، يعني علشان يعني ما يضطرش ان هو يجيبها تاني ويدفع مبلغ تاني غير المبلغ اللي هو دفعه. بس فانا حبيت ان انا افيدكم بالحاجات اللي انا جبتها، واستنوا مني فيديوهات اليومين الجايين. برضو هنزل حاجات كتير قوي للعرايس، وهنزل لكم رفايع وحاجات كتير قوي هتفيدكم تجيبوها بماتيريال عامله ازاي، وهقول لكم الاماكن اللي انا كمان جبت منها كل حاجه. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتعرفوا اصحابكم على القناه عشان العائله بتاعتنا تكبر. وانتوا كنتوا وحشيني قوي، ومبسوطه جدا ان انا عملت الفيديو ده علشان تستفادوا منه. وسلام.